السلام عليكم، سميتي جواد احسني، واليوم غادي نوريكم كيفاش قديت لانيماسيون ديال لانترو ديال لاشين ديالي بالاعتماد على الافتر افكت. خليكم معايا. الانترو غادي تكون في المجال ديال الموشن. اذا مشيت درت واحد البحث صغير على الاشكال والالوان اللي نقدر نخدم بهم، ها هما بروجيكت فايل ديال الافتر افكت بحكم هو اللي كنخدم به بزاف، الماوس والكي فريمز. وبالنسبه للالوان نقدر نخدم باي لون. ومن بعد جمعت هاد الافكار كاملين وقضيت واحد الحاجه سميتها لانيماتيك، اللي هي واحد الفيديو تخيلي للفيديو النهائي. لانيماتيك قديته في ادوب انيميت كيف ما كتشوفوا. من بعد دخلت للافتر افكت، درت الباك جراوند والشيب ديال البروجيكت فايل ديال الافتر افكت، جبت الماوس وحركتها على اساس غتكليكي، شديت الشيب ديال البروجيكت فايل وسكيلتو، فيما معناه راه غندخلوا للعالم ديال الافتر افكت. اذا كبرت الشيب وخليت التكست ديال او وزدت ليه شويه ديال الجلو سكيلتو شي شويه، وقدت واحد السيركل وعطيتها شكل ديال موجه وانيميتها. من بعد رسمت الكي فريمز وانيميتهم على اساس يبانوا وسط العالم اللي دخلنا. من بعد جبت لانيماتيك كيقيديني نخدم لانيماسيون ديال دوك الدوائر اللي كيتحركوا. وهنا خدمت بالشيبس وبقيت كنبدل ليهم الشكل في كل فريم كيف ما كتشوفوا انا متبع مع لانيماتيك. وملي ساليت بقيت كنفكر شنو نزيد ليهم، زدت الجلو وديبليكيتهم وبدلت ليهم الالوان. المهم بقيت كنجرب نزيد دي زيفي حتى وصلت لهاد النتيجه. وها هي كيفاش جات مع الانيماسيون الاولى. من بعد كتبت سميتي وزدت لها واحد الماسك وانيميتها. وزدت عليها الكي فريمز. بعدها زدت واحد ليفي ديال اللانس باش يجبد لينا الجناب. من موراها جبت واحد ليماج تكستور وانيميتها ودخلت ليها الاكسبريشن ديال اللوب اوت باش تبقى تعاود لها الانيماسيون. صافي وبقى ليا الاخر ديال الفيديو بغيت نديرو الفا. خديت ديك السيركل باش خدمت في الاول وحطيتها صافي وجمعت كلشي ودرت الساوند افكت. وها هي النتيجه كيفاش طلعت. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الله يعاونكم.